ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهارده هتكلم عن موضوع شائك شويه لان انا بتكلم على حد توفى. بس في نفس الوقت اللي فكرني بالموضوع ده حاجه حصلت مؤخرا. الحاجه اللي حصلت مؤخرا هي قصه اللاعب اشرف حكيمي. لما جه اكتشفوا ان هو كاتب ثروته كلها باسم امه. الموضوع يعني مش عايزين نتكلم فيه كاشرف حكيمي او كده، انا الموضوع فكرني باللعيبه اللي عندنا. فكرني بقصه كده، القصه دي بترجع لسنه 2009. 2009 في الفترة دي كانت مصر بتلعب قدام الجزائر على اساس ان هي تصعد كاس العالم اللي هو كان في 2010 في جنوب افريقيا. كنت انا ساعتها بدرس في الجامعة. في ناس كتيرة تعرف الموضوع ده وهتأكد الكلام اللي انا بقوله ده. الناس اللي بتدرس في الكليات القريبة من الزمالك اكيد في يوم من الايام شافت والد اللاعب ابو تريكة. في الفترة دي طبعا كان ابو تريكة مشهور. ناس كتيرة كانت تعرف ان والد ابو تريكة في الفترة دي كان بيقف في محطة اتوبيس في الزمالك، وكان بيركب الاتوبيس عامة عشان يروح لبيته. كان في ناس كتيرة قوي عارفين ان هو ده ابوه يعني، وكانوا بيتكلموا طب انت ابن لاعب كبير وده بيكسب كويس وكان في النادي الاهلي يعني، ما كانش لسه يعني لاعب ناشئ او ايراداته مش قد كده. ايه اللي يخلي ابوه يعني مش هقول لك يعني بيتعرض لبهدلة، بس يعني زيه زي بقية الشعب، زي اللي مش لاقي يعني اللي بيركب مواصلات عامة ده اللي هو بيوفر خالص. خليني اقول لك ان كان في كلام كتيرة للناس اللي بتبقى شايفاهم بيقعدوا يتغمزوا كده ما بينهم وما بين نفسهم، يقولوا يا ترى هو اللاعب ده مثلا مش مدي ابوه فلوس كفاية؟ طب ابوه هو اللي مش عايز فلوس وهو اللي بيحب المرمطة مثلا ولا ايه؟ الموضوع ده كان مثير قوي للاستغراب. الناس اللي عارفة واللي كانت واعية في الفترة دي هي اللي هتفهم اللي انا اقصده بالكلام ده، لان في ناس كتيرة كانت بتشوف الموضوع ده بما فيهم انا واحد من الناس اللي كانت شايفة. واللي ما كانش يعرف ان ده ابوه كان بيشوفه مثلا قاعد على الرصيف او حاجه زي كده، فكانوا الناس بتكلمه تقول له انت عارف مين اللي قاعد ده؟ ده ابو اللاعب اللي اسمه ابو تريكه وكده. طبعا الكلام ده كله كان زي ما انا بقول وانا لسه طالب، فطبيعي انك في العمر ده تبقى في حاجات كتيرة قوي غافلة عنك ما تقدرش تشوفها غير بعد وقت، غير بعد ما بتحتك بناس اكتر. طب انا وصلت لايه من الموضوع ده كله؟ وصلت ان انت ما ينفعش تبقى قدوة الا وانت بتعبر عن القدوة الحسنة اللي انت عايز تبقى فيها. وصلت لنقطة اهم، هي ان الشبعان مش اللي هو معاه فلوس، الشبعان اللي عينيه بتبقى مليانة بجد، اللي الفلوس ما بتغيرش في طبعه. الجعان بس هو اللي اول ما بتيجي في ايده فلوس بيبتدي في عملية انتقامية من كل ايام الفقر اللي هو عاش فيها، يبتدي يغير من حياته توتالي. لكن اللي فعلا مش الفلوس هي اللي بتملى عينيه، في حاجات تانية عنده اهم، في عنده مبادئ، في عنده اخلاق، في عنده ان هو يحس بقيمة نفسه، ان هو مش عالي على حد، وان هو بيشتغل وبيصرف على نفسه حتى لو ابنه مليونير. نفس الكلام مع والدة اشرف حكيمي اللي محدش اكتشف ان هي تملك ثروة اشرف حكيمي كلها الا بالصدفة بعد ما حصل موضوع الطلاق ما بينه وبين زوجته. يعني لو ما كانش حصل موضوع الطلاق ده كنت هتشوفها بنفس حالتها وتعتقد ان اشرف حكيمي هو اللي بيديها جزء من فلوسه اللي هما ال20%، اللي هو في الحقيقة هو فقط بيمتلك ال20% وهي بتمتلك ال80%. بس ده ما غيرش في حياتها حاجة، ما غيرش في شكلها ولا طبيعتها، لان هي عارفة ان المظهر اللي بيبقى مبني على الفلوس ده ارخص حاجة ممكن الانسان يعيش بيها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، متنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وفي نفس الوقت تعمل سبسكرايب للصفحه وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات اللي جايه. شكرا.